الزحمة المكتظة المزدحمة بالسكان، وما يتم تداوله والترويج له في الآونة الأخيرة من تصريحات مغلوطة ومضللة من قبل قوى التحالف والعدوان، وما تستند عليه من أكاذيب ومبررات واهية وتصعيدها التعسفي الغير مبرر حول ضرورة إغلاق ميناء الحديدة والمحاولات المستميتة لاستهدافه والإجهاز على البقية المتبقية منه، وما هو إلا استهداف للغالبية العظمى من الشعب اليمني بأطفاله ونسائه وشيوخه ممن يكتاتون على ما يصلهم من القليل واليسير من أدنى مقومات العيش من واردات غذائية وأدوية ومشتقات نفطية، بهدف إغراق المجتمع في مزيد من الفقر والحرمان وزيادة حجم المعاناة الإنسانية والاقتصادية لهذا الشعب المغلوب والمظلوم. إن استهداف ما تبقى من ميناء الحديدة سواء بحصاره أو بإغلاقه أو تعطيله يعد إهدار وامتهان لأدنى حقوق الإنسان اليمني وكارثة إنسانية مخالفة لكل الشرائع السماوية وكل القوانين الدولية والإنسانية، وتستوجب صحو الضمير إن بقي هناك أحرار بالعالم للأخذ على قوى العدوان ومنعها من استهداف الميناء وقتل شعب بأكمله، ضاربين عرض الحائط بكل المناشدات الإنسانية والحقوقية وتحذيرات العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية والعديد من الدول العظمى من تداعيات مثل هذا العمل على سلامة الملاحة البحرية وما سيترتب عليه من آثار كارثية على حياة الشعب اليمني بأسره. فلا يوجد أي مبرر لإدخال ميناء الحديدة في هذه الدائرة من الاستهداف، كونه وكما أشرنا في العديد من المناسبات واللقاءات السابقة بأنه ميناء تجاري يمتثل للمنظومة الدولية لأمن وسلامة الموانئ، وأن جميع السفن المرتادة إليه وإلى غيره تخضع لإجراءات رقابية صارمة من الأمم المتحدة اليونيفوم، وأنه يعمل وفقا لشروط ومعايير المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي تشرف وتراقب وترفع تقاريرها باستمرار، ناهيك عن أن قوات التحالف تعمل على تطويق ميناء الحديدة من الشمال ومن الجنوب وترصد وتراقب مداخله ومخارجه وكل ما يحيط به، مع العلم بأنه وفي ظل الأوضاع